من سنين طويلة كان عندي أخو، وأخوي هذا كنت أنا وياه نعمل في تجارة الصوف والحرير. كنا نروح للسند والهند ونتاجر، والله فاتح علينا. في يوم من الأيام كنا جايين من طريق معين، والطريق هذا يكثرون فيه اللصوص وقطاع الطرق، وقعدنا نرتاح ويوم أظلمت علينا. فقلت لأخوي: يا فلان. قال: نعم. قال: يا أخي المنطقة ذي خطيرة، عطني فلوسك وحطها مع فلوسي واروح أخبيها. وفعلا يقول أخوي عطاني فلوسه ومع فلوسي ورحت دفنتها. يقول ثم رجعت ما كدنا ننام حتى هجم علينا اللصوص قطاع الطرق، فقتلوا من قتلوا وسرقوا ما سرقوا. يقول: ولا حسيت بنفسي إلا وأنا تقرصني الشمس في اليوم الثاني، فكنت من الأحياء. الله سبحانه وتعالى أعطاني الحياة. تلفت تدور أخوي من ضمن الميتين، ما لقيت أخوي. طلعت الفلوس حقتنا ورحت فيها وجيت لبغداد هنا واستقريت وبنيت لي بيت وعشت هنا. ما أدري عن أخوي هو حي ولا ميت، لكن اعتبر المال لك ذا يا ولدي. يقول ثم لفظ أنفاسه الأخيرة هذا الرجل الشايب. يقول: أنا قمت ورحت دورت لي ناس وناديتهم حتى نغسله ونكفنه ونصلي عليه ندفنه. وفعلا خلصت من المراسم كلها هذه، ثم رجعت لبيته وأخذت الجرة اللي وهبني إياها. يقول: طلعت ومشيت ومعي الجرة. طبعا يريح شوي ويشيلها ويقوم وكذا. يقول: حتى وصلت إلى دجلة. يقول: وأنا أمشي على دجلة، يقول في سفن تنقلك إلى الضفة الأخرى. تعرفون النهر ما تقدر تقطع سباحة، ففي بعض السفن تنقلك للجهة الأخرى. قال: فجيت عند سفينة أو قارب، وإذا فيه رجل كبير في السن ضعيف حال مسكين. يقول: رحمته، قلت خل أركب معه علشان أساعده. يقول: ركبت معه ورحت معه، وأنا كلمة في الطريق قعدت أسولف أنا وياه. قلت له: يا أخي أنت شكلك تعبان وشكلك فقير وحالتك حالة وكذا. قال: والله يا ولدي ما كنت في يوم من الأيام فقير، أنا كنت غني وكنت أتاجر بالحرير والصوف. وفي سنة من السنوات كنت مع أخوي وراجعين ومعنا خير ومعنا فلوس، لكن أخوي اتفق مع لصوص هجموا علينا وأخذوا أموالنا وسرقوها. ثم أصبحت على نجاني الله منهم، ثم أصبحت أنا على هذا الحال. ثم بدأ يدعو على أخوه. يقول يحيى بن هبيرة، يقول: فاسودت الدنيا في عيني. قبل شوي أنا أغنى واحد في بغداد، والآن أنا أفقر واحد في بغداد. يقول: جاني الشيطان قال لي: عطه نص وخذ نص أنت، خذ كمية من المبلغ وعطه. فتعوذت من الشيطان وقلت للرجل: يا أخي، لقد كان وضعي مع رجل كبير في السن. يقول: بديت أقص له القصة اللي حصلت لي مع الرجل كبير السن، وإنه حدثني عن قصته هو وأخوه، والظاهر إنك أنت أخوه لأن نفس كلامك يتطابق مع كلامه. يقول: ثم عرضت عليه وصف الرجل فعرفه، فقلت: أخوك جمع هذا المال حقك ورباه وزاده وكثره لك مع أنك غير موجود وأنت كنت تدعي عليه. قال: فبكى الرجل. قال: ثم قدمت له الجرة فأخذها، ثم استغفر وبدأ يدعو لأخوه. يقول: ثم عرض علي، قال لي: أبغى أعطيك من المال هذا. يقول: قلت له: لا، ما لي حاجة بمالك، لكن أبيك تسامحني، تراني أخذت درهم وأعطيته صاحب العنب. يقول: فسامحني. يقول: فنزلت من المركب وأنا على حالي الأول. يقول: وأنا أمشي وإذا بالعسكر ينادون باسمي، فقلت: بس الحين يأخذوني للسجن، خلاص الرجال صاحب السكن اشتكى علي. يقول: فجاءوني قالوا لي: أنت وين؟ فيه رجل
في ديوان الخراج مات رحمه الله، وتم تعيينك مكانه لأنه يقرأ ويكتب، وتم تعيينك مكانه. ففرح يحيى بن هبيرة فرحا شديدا، وعلم أن بعد العسر فرج وتوفيق. عطوه راتب شهر مقدم، راح سدد وضبط أموره، ثم استمر في هذا العمل حتى عينه المستوثق بالله العباسي وزيرا. هذا الوزير يا جماعة الخير هو يحيى ابن هبيرة الشيباني رحمه الله، الإمام العلامة صاحب التصانيف، الوزير الصالح كما سماه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. كان مهتم بالعلم والتأليف، كان سليم العقيدة على منهج السلف الصالح، وكان كثير الكلام الجميل، كان مجلسه مجلس علماء مع وزارته العادلة رحمه الله. هذا الرجل يا جماعة الخير ولد عام 499 للهجرة، وتوفاه الله في عام 560 للهجرة. رحم الله الوزير العادل والإمام القدوة